بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة في فيديو رقم 3 من سلسلة AI with Flutter. هتكلم النهاردة عن أول طريقة معانا، وهي طريقة الأسيتس. إن احنا يكون عندنا الموديل موجود كأسيت في الابليكيشن. قلنا الميزة والعيب في الفيديوهات اللي قبل كده عشان ما اطولش عليك يعني، فانت ترجع بص عليها براحتك. طيب الفيديو ده هتقسم معانا لحاجتين. اول حاجه خالص هنتكلم عن الموديل وازاي بنجيب الموديل وايه الشروط الاساسيه اللي تكون موجوده معانا في الموديل، وايه هي اصلا كل الطرق اللي نقدر يكون معانا بيها موديل. الجزء التاني بقى يا معلم هيكون معانا فلاتر، ايه المكتبه اللي هنستخدمها. الابليكيشن بتاعنا هيكون بيعمل ايه؟ الابليكيشن بتاعنا هيكون ان احنا بنبريدكت سعر العربيه، يعني هنديله مواصفات عربيه وهو يتوقع سعر العربيه عامل كام. خلينا ابدا معاك يلا على طول كده في السخن. نتكلم الاول عن كل الطرق اللي نقدر نجيب بيها موديل. اول طريقه خالص ان انت يكون معاك الموديل، وفي شرط اساسي خليك عارفه ان الموديل لازم يكون من نوع تنسور فلو. تنسور فلو دي بتعمل ايه؟ دي الحاجه الوحيده اللي ينفع نشغلها على الموبايل. ده نوع من انواع الموديلات او صيغه من صيغ الموديلات زي ام بي 3 زي ام بي 4. الحاجات دي لازم الصيغه دي تكون موجوده في الموديل عشان نقدر نضيفه ايه كاسيت عندنا في الابليكيشن. طيب بص يا معلم، الموديل اللي انت هتاخده احتمال كبير ما يكونش اصلا تنسور فلو. فانت معاك ثلاث طرق. اول حاجه ان انت تاخد الموديل جاهز تنسور فلو، تدور عليه بالصيغه دي، تشوف انت عايز تعمل ايه وتدور عليه بالصيغه دي. الحاجه التانية ان يكون معاك حد في التيم، لو انتوا في مشروع تخرج او انتوا موجودين كده مع بعض شغل او اي حاجه يعني عايزين تمشوا بالطريقه دي، فانت برضو هتحاول تكلم الراجل ان هو يعمل لك الموديل بتاعك كنوع تنسور فلو. اول حاجه التالتة ان انت هتشتغل معاه دلوقتي وهنبدا ندور مع بعض ونحول الموديل بتاعنا لتنسور فلو. يعني هناخد موديل من نوع تاني ونبدا نحوله لتنسور فلو ده مع بعض. طب انت الانسب ليك؟ مفيش حاجه اسمها الانسب، انت اللي هيجي لك هتشتغل عليه. هي دي الفكره، وده الموضوع اللي انت لازم تكون واخد بالك منه، ان انت الموديل هيجي لك تعرف بقى نوع الموديل ده ايه. طب سيبك من الكلام ده كله، ريحك في الموضوع ده كله خالص. انت تاخد الموديل يا باشا، تديه لشات جي بي تي، قول له حول لي الموديل ده لتنسور فلو. كده انا خلصت معاك الشغلانه. انت كده تاخد الكود. ليه بقى الموضوع كله بيتكلم في ايه؟ ان انت كده كده خلاص الكود خلص. انت موضوع ان انت تبدا تكتب كود ده كل شويه ولا، المهم ان انت تكون فاهم الكود بتاعك بيعمل ايه. انما تكتب الكود والحاجات دي، فانت برضو اصلا ممكن تكون راجل يعني مالكش في بايثون او مش محتاج تنزل بايثون، فانت تشوف حد في التيم، تشوف حد يعني. بص مشي حالك، هي دي الفكره مش اكتر. وعلى فكره ان احنا برضو هنعمل موديلات مع بعض. يعني هنيجي نعمل موديل، هو اصلا الموديل ده مش هيكون محتاج خالص منك ان انت يكون عندك خبره في بايثون او في الاي اي عموما. دي حاجه كده موجوده من جوجل. جوجل هي عامله موديل اي اي، الموديل اي اي ده نفسه بيعمل موديل اي اي تاني. فهي دي برضو هنشتغل عليها مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. طيب يلا بينا نبدا بان احنا ندور على موديل ونشوف الموديل ده من نوع ايه، وبعدين نبدأ نحوله. وبعدين هنقف، والفيديو اللي جاي بقى هنكمل ان احنا نشوف الايه الموديل ده ازاي هنربطه بفلاتر. اول حاجه بقى يا معلم، عشان تيجي تدور هتيجي تكتب كاجل زي كده اهو بالظبط، وتروح داخل. هتيجي بقى يا معلم هيفتح معاك يقول لك اعمل اكونت. انا عامل اكونت قبل كده يعني، والدنيا معايا حلوه. طيب ايه لازمه كاجل ده يا باشا؟ كاجل ده يا باشا هو المكان اللي تقدر تجيب منه اي حاجه عن الاي اي. داتا سيت، موديل، اللي نفسك فيه، اكواد جاهزه، اي اللي نفسك فيه هتلاقيه هنا اهو. دور وهتلاقيه. طيب بالنسبه لنا احنا دلوقتي عايزين ندور على ايه يا معلم؟ على موديلات جاهزه من نوع تنسور فلو. اشوف انا عاوز اعمل ايه وادور عليه بصيغه التنسور فلو. طيب انا لما دورت جيت هنا عند الموديلات ورحت كاتب مثلا ايه كار، ولقيت كار برايس. تعالى بقى، حلو بقى يا معلم. الموديل ده هو اللي بيبريدكت. طيب عامة هتيجي زي كده اهو تشوف الموديل. انت ممكن تكون ما تفهمش في الموضوع ده، فلو انت بتفهم خير وبركة، ما بتفهمش هتيجي تعمل داونلود. انا نزلت الموديل قبل كده فانا تمام يعني. دلوقتي هنفتح الموديل مع بعض. فتحت الموديل، لقيت ان الموديل ده مش من نوع تنسور فلو. في كلمة بس عايز اتكلمها الاول قبل ما ابدأ في اي حاجة خالص، ان احنا نبدأ نحول الموديل بتاعنا والحاجات دي. الشغل ده مش شغلانتك انت، بتاعت الاي اي دي مش شغلانتك انت. طب انا بشرح الكلام ده ليه؟ عشان انت لو راجل شغال فري لانسر فانت مضطر انك تعمل الحركة دي عشان ما تخسرش الكلاينت اللي معاك. فمجبر لازم تعملها. طب تعملها ايه؟ لازم تمشي معاه على الخطوات دي، ان الموديل
يجيلك على تنسور فلو، ما جالكش على تنسور فلو انت اللي هتعمل موديل يكون تنسور فلو بنفس الداتا اللي معاك دي. هتكلم الراجل يعمله لك خير وبركه، ما عرفش او ما كانش فاضي او الفلوس مثلا، ده مشكله كلاينت وكده يعني، فانت عايز تحلها وتمشي حالك، يبقى انت اللي هتعمل الشغلانه دي بايدك. حلو الكلام، حلو قوي الكلام ده. طيب انا هنا لما جيت بصيت على الموديل لقيت ان هو محتاج ان انا احوله لتنسور فلو. في نقطه كمان صح نسيت اتكلم عنها، ان في فيديو جاي، ممكن مش اللي جاي على طول، ممكن اللي بعده، انا هعمل طريقه تانية ان احنا نعمل الموديل من الاول للاخر. ده لو انت بتعمل ابلكيشن لنفسك، عميل جاي لك عايز يعمل ابلكيشن فيه حته الاي اي دي، خليك تعمل الموديل من الاول للاخر من غير ما يكون عندك اي خلفيه عن بايثون او عن الاي اي خالص اطلاقا يعني. بس الحته دي هي مش هتنفع لشغل الفريلانسر. لو انت جاي لك موديل جاهز، احنا عايزين نتعامل دلوقتي مع حاله ان الموديل جاي لك جاهز، على عكس انت هتكريت موديل، الموديل اللي انت هتكريته ده انت ما عندكش اي خلفيه اطلاقا عن بايثون والحاجات دي، فهو ده هيبقى الفيديو اللي جاي لا اللي بعده، عشان الفيديو اللي جاي هو عن فلاتر. طيب هنا بقى تعالى بص يا معلم، انا بدي الكود بتاعي لشات جي بي تي وبقول له خلص الدنيا، اعمل لي انت الموديل الجديد او حول لي الموديل القديم لموديل جديد، وهو بيعمل كل حاجه. لو قابلتك اي مشكله بتقول له عليها. حلو الكلام. طب الحته اللي تخصنا في الموضوع ده كله ايه؟ هو عمل الكلام ده كله. اول حاجه خد الموديل راح محوله لتنسور فلو عاديه، وبعدين لما باخد الموديل بتاعي من تنسور فلو عاديه لازم احوله لتنسور فلو لايت، عشان دي اللي هي هتشتغل معايا في فلاتر. هو عمل كل ده، وهنا الموديل اشتغل كويس وزي الفل، حتى هو مطلع الاوتبوت بتاعه تمام. اللي يخصني في الموضوع ده كله ان الاوتبوت لما هيجي يطلع معاك في ايه؟ هنا اهو، اللي هو اخره دوت اتش 5 ده بتاع تنسور فلو العاديه، ده ما يلزمنيش، انا يلزمني اللي تحته تنسور فلو لايت. الصيغه دي هي اللي ايه؟ هي دي اللي تهمني، هي دي اللي انا هقدر اضيفها عندي في الابلكيشن. زي ما قلت النقطة المهمة، الشغلانة دي مش شغلانتك، الحتة دي مش حتتك، الحتة دي بتاعت راجل شغال فريلانسر ولازم ومجبر ان هو يشتغل على الشغلانة عشان ما تضيعش من ايده، هو لازم يتعلم الطريقة دي. طيب الطريقة التانية، جوجل موفرة موديل اي اي هو نفسه بياخد منك الحاجة وهو اللي بيعمل لك الموديل الجديد، ودي طريقة سهلة ما تقلقش. طب عامة يعني الفيديوهين اللي هو ده واللي جاي ده عبارة عن كده حاجة بسيطة تمشي معاك في ايه، في 5 درجات بونص، تمشي معاك مع عميل عايز يمشي الدنيا، الحاجات دي. انما هو ده مش شغل الاصلي، لازم تتعب على نفسك شوية، لازم تحاول تجيب المعلومة بشكل افضل من كده، مش بشكل افضل، اقصد ان انت تدور على المعلومة اكتر، لقيت مشكلة حاول تحلها، الكلام ده كله. خد بالك ان انت هتيجي تعمل رن هنا، هتعمل رن قول، ولو قابلتك اي مشكله خدها على شات جي بي تي. وعموما لو جات لك مشكله في ان في باكج مثلا مش متعرفه، هنا في بايثون بنعمل كده اهو، بص بيب انستول ونكتب اسم الباكج اللي مش متعرفه زي مثلا ايه تنسور فلو زي كده اهو، هيجي يدينا انا ان هي ايه معموله. حلو الكلام. طيب زي ما قلت الفيديو اللي جاي هيكون عن فلتر، لو عندك اي سؤال ابعت لي، كلمني، اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك، حاول اتواصل معاك. انا عارف ان الموضوع صعب شويه في الحته دي لان انت اكيد ما عندكش خلفيه عن الموضوع ده، فبس حاول تزق الدنيا لان كل حاجه انت عايز فلوس، فانت خلاص لازم تعمل كل حاجه عشان تقدر تاخد الفلوس اللي انت عاوزها. فيعني ايه، برضو اتعب شويه، دور على فيديوهات اكتر، ما فهمتش مني مره راجع الفيديو مره تانية، شوف حد غيري. اهم حاجه انك تبقى عارف ان الشغلانه ما تضيعش من ايدك.